تصريحات قادة الجيش السوداني المتواترة بضرورة دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام جوبا في القوات المسلحة تفسر باقتراب التوافق المنشود، ويصف خبراء عسكريون الخطوة بالمتأخرة، لكنهم أرجعوها لظروف وتقديرات سابقة. وانه واحد من اسباب السيوله الامنيه، ودي حتى في الاتفاق الاطاري اللي ما مجمع عليه ودي او ما لاقي توافق كافي دي، انه هنالك لابد ان يكون هنالك جيش واحد، والجيش الواحد ده اساسه القوات المسلحه. في ترتيبات امنيه يجب ان تتم، الدعم السريع يجب ان يندمج في الدعم السريع في القوات المسلحه عشان ما نشكل قوات مسلحه واحده تحمي هذه البلاد، تعمل بتنظيم واحد، تعمل بعقيدة واحدة. العقبة التي تقف أمام دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة النواحي المالية بجانب الإجراءات الفنية داخل القوات المسلحة المرتبطة ببروتوكول الترتيبات الأمنية حسب المصفوفة الزمنية المتفق عليها في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة. الدعم السريع والقوات المسلحة حيكون بيناتهم اشتباك مستحيل، مستحيل اخوانكم في القوات المسلحه يمدوا فيكم سلاح، ومستحيل انكم انتم تمدوا فيهم سلاح. قدمتوا رتب من الشهداء من اجل الوطن، القوات المسلحه قدموا رتب من الشهداء من اجل الوطن، شبابنا وبناتنا في الثوره العظيمه قدموا شهداء من أجل الوطن، كلنا يد واحدة. في السياسة تختلف أشكال المناورات، فالحديث عن أي توترات بين الطرفين ليس من مصلحة طرف لأسباب منطقية وعقلانية وعسكرية، من خلال تصريحات قادة الجيش الثلاثة الأخيرة وتوقيتها وتواتراتها في ظل الواقع الأمني المأزوم بالبلاد. بيد أن تصريحات قيادة الدعم السريع أكدت أن لا خلاف في الدمج، لكنها تحدثت عن جيش موازن يحتاج كثيرا من الإجراءات الفنية واللوجستية لإكمال مهمة الدمج.